وصلني اوردر جديد وبجد متحمسه جدا ان افتح الاوردر معاكم وكمان نشوف ايه جوه الكرتونه مع بعض. بس قبل ما نعمل كده يا ريت تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهستنى رايكم بقى في الكومنتات في اكتر حاجه عجبتكم في الاوردر. يلا بينا نفتح الكرتونه مع بعض. بصوا يا جماعه الكرتونه بعد ما فتحتها لازم اخدكم معايا بقى جوه الكرتونه عشان فيها حاجات عظمه بجد. هنفتحها وهنشوف دلوقتي الشغل واحده واحده وبعد كده هقول لكم رايي بقى في كل قطعه بصراحه. اول حاجه جبت الشماعه دي. الشماعه دي بتتعلق في الباب، ما بتحتاجش مسامير ولا اي حاجه خالص، بتتعلق كده، بتدخل جوه الباب وبتتعلق وبجد حلوه جدا وانا عارفاها لان انا عندي منها واحده. انا معلقه واحده منها عندي في الباب. بصوا الكوبايات الحلوه دي كوبايات للميه، بس جبت منها ده وجبت منها الشكل ده. بطوط بقى يا جماعه الناس اللي بتحب البطابيط. جبنا بقى البخور ده، ريحته يا جماعة مش قادرة اوصف لكم، بجد ريحته واخدة الشقة كلها في حتة تانية. بخور اسمه بخور المدينة، بجد ريحته خطيرة خطيرة، يعني ريحته حلوة قوي بجد، طالعة من الكرتونة خطيرة. بصوا دي كمان كوباية للمية، بس دي فوميه اللي هي الاكريليك تقريبا او مش عارفة او بلاستيك، بس هي جامدة. بصوا يا جماعة الكوباية دي بقى بتاع الايس كوفي بقى او اي مشروبات تحبي تشربيها فيها، شكلها تحفة بجد وكيوت قوي. بصوا شكلها عامل ازاي. هنفتح كل الحاجات دي في اوردرات مع بعض لوحديها وهقول لكم رايي فيها بكل صراحه. ده ورق فويل عادي للمطبخ، للتغليف للتخزين اي حاجه حلوه بجد، اللي هو 10 مللي. اخيرا جبته اللي هو مناديل الدهون، الوايبس بتاع الدهون. برضو هقول لكم رايي فيها بكل صراحه، وكل الحاجات اللي هتطلع دي ان شاء الله لو كده هعمل لها ريفيوهات لوحديها يعني. اما الحلوه دي بقى ستاره تحت الحوض، بص اللي هي نوع الكابوتونيه ولونها حلو جدا. بتتعلق يا جماعه، هقول لكم برضو ريفيو عنها، بس انتي بتشيلي الاسكوتشه دي ولازم غيرها، ما بتلزقش جامد قوي غير بالغيره. لو عايزين برضو ريفيو عنها لوحديها قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم كده. دي بقى اللي هي بتاعه التلج، اللي هي السيليكون بالغطا، حلوه قوي، اللي هي شبه خليه النحل، جميله جدا يا جماعه وحلوه قوي في التلج، يعني الناس اللي من عشاق الايس كوفي. تعالوا بقى اوريكم بقى شويه مجات عظمه كده. شايفين المجات دي اللي هي بتاع شي ان. بصوا يا جماعه، شايفين الكريزه، حقيقي شكلهم تحفه على الطبيعه، خطيره. ده طقم تلاجة 3 قطع. ده الغطا بتاعه محكم قوي. بصوا يا جماعه مش بيتفتح بسهوله يعني. ده الراديو، وده بقى بجد لازم ريفيو لوحده لانه خطير وحلو وعملي جدا. وبصوا كل حاجه بيسهل عليكي وقفه المطبخ. بصوا هعمل له ريفيو لوحده، هوريكم صوته اصلا عامل ازاي والاشاره بتاعته قويه جدا. ده شكله كده من بره. دي شماعه تقريبا دبل فيس بتلزق، دبل فيس تقريبا، مش عارفه هي بتلزق ازاي بصراحه، بس هقول لكم يعني في الفيديوهات الجايه هجربها واقول لكم رايي فيها. بصوا يا جماعه دي مجات الايس كوفي برضو، اللي هي المجات الازاز، ده الشكل الطويل منها، وده شكل تاني اهو بيد. حلوين يا جماعه ورخاص مش غاليين، تقريبا ب35 الواحد حاجه كده، مش غاليين يعني. شايفين يا جماعه العظمه ده، اللي هو طبق تسالي. ده شكله لونه برضو هنفتحه مع بعض وهنشوفه حلو قوي. لونه جميل قوي، فيه من جوه 6 خانات، وفي حاجه هنا ناقصه بتركب اللي هي ده اللي هو سلم منظم اللي هو بتاع التوابل، بتحطيه على الرخامه وبتروسي عليه البطرمانات. ده مضرب النسكافيه، وانا نزلت بالفعل ريفيو عنه في القناه، بس هفتحه لكم بقى على الطبيعه وهوريكم شكله بجد وكل الحاجات اللي جواه وبيستخدم في ايه بالظبط. ده شكل تاني يا جماعه من المجات بتاع الايس كوفي، سعرها رخيص قوي يعني، بقول لكم ب30 او ب35، حلوه قوي. جبت لكم كمان ديكورات للبيت، كيتشن، المطبخ، اللهم اسعد اهل هذا البيت. هوريها لكم كمان عندي في المطبخ، انا اصلا معلقه حاجات زي كده برضو في البيت، يعني بحب قوي الديكورات دي. دي كده اطقم خشاف، ده حجمها كويس قوي وشكلها شيك قوي كمان. بصوا يا جماعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، في حاجات تانية كتير في الكرتونه وفي حاجات في كرتونه تانية،
دي هنفتحها في فيديو تاني. يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه لو عجبكم الفيديو، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وهستنى رايكم في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتكم في الاوردر ده. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.